السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة هدى سويت. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني 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 من الفيديو اللي فات. أول حاجة كده انزلوا صلي على النبي في الكومنتات عليه أفضل الصلاة والسلام. عملنا مقدار الاسبونش اللي قدامنا ده من مقدار الخمس بيضات. مقدار الخمس بيضات ده عبارة عن ايه؟ 5 بيضات وتلات كوبايات ونص دقيق واتنين الا ربع سكر واتنين الا ربع مية واتنين معلقة محسن جل كبيرة وبيكنج باودر معلقة ونص بيكنج باودر وفانيليا ورشة ملح ومعلقتين خل. ده كده المقدار اللي احنا عملنا بيه كمية الاسبونج اللي احنا شفناها، اللي هي ايه بقى؟ الصينية الصغيرة وصينية مقاس 21 هنعملها طبقتين. ده العرض اللي انا كنت بعمله. وصينيتين مقاس 16 اللي انتوا شفتوه من شوية. اول حاجة هنعمل معانا اللي هي الصينيتين ال16، تورتتين مقاس 16. وحشتوني يا حبايبي، عاملين ايه؟ معلش اليومين دول الواحد ما بننزلش فيديوهات كتير، لان اخر 10 ايام دول يا جماعة كلهم شغل وكلهم عبادة وتهجد، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب. وان شاء الله بعد رمضان ان شاء الله هنبتدي ننزل فيديوهات تاني، والدنيا ترجع تاني وكل حاجة ترجع على طبيعتها زي الاول. اول حاجه معانا احنا التورته المقاس ال16 دي. هنعمل معانا النهارده عرضين ان شاء الله. العروض دي تعملوها في العيد ان شاء الله باذن الله. خدوا حتى سكرين شوت يا حبايب قلبي ونزلوا العروض عندكم، وقولوا ان العروض دي متاحه في العيد ان شاء الله. اول حاجه اللي هو اللي هيبقى عرض تورته مقاس 16 ومعاها 2 طاجن نوتيلا. وتاني عرض تورته مقاس 16 ومعاها 5 قطع جاتو. دي العروض بتاعتنا النهارده. ومعانا برضو تورته. فاكرين انا كنت عامله عرض كده بالتورته اللي هي مقاس 22. التورته بعملها طبقتين. اي العروض كلها طبعا بعملها طبقتين، طبقة بتبقى مقاس 8 وطبقة بتبقى مقاس 7. فالتورتة بتطلع بسم الله ما شاء الله عالية وحلوة زي ما انتوا شفتوا كده اللي انا عملتها. والتورتة دي برضو، التورتة دي اللي هي بتاعة العرض، هيبقى شكلها حلو قوي زي ما طلبت صاحبتي. هي طبعا تورتة العرض انا ما يعني بتبقى كلها شكل واحد، بس هي بصراحة طلبت مني الشكل ده. وانا كان بقالي كتير ما عملتوش، فكان نفسي اعمله عشان كده عملته. لكن طرق العرض عامه بيبقى من فوق ريزوتات وصوصات وخلاص، خلصت الحكايه على كده. ما بنفتكسي فيها اي حاجه يعني. انا كنت هحط الطبقه التانية ونسيت ان هي هتبقى من فوق ما فيهاش حاجه، فعشان كده حطيت شلت الطبقه تاني وحطيت من جوه جيلو فراوله وجيلو مانجا. زي ما قلنا الطرق اللي ما بيبقاش فيها صوصات من فوق بنحط فيها صوصات من جوه. وكنت واخدة قطعة كريمة كده على جنب وعاملة وحاطة عليها نقطتين لون أزرق، هتديني اللون اللبني دلوقتي هتشوفوه. بصراحة كان شكلها حلو قوي. أنا بحب الطرط اللي فيها الفراشات دي، البناتي دي بيبقى شكلها حلو. بتحطي كده يعني كريمة كده خفيفة، لأن كده كده انت بتحطي كريمة تاني، بس بتظبطي الدنيا فوق، لأن فوق ما بتحطيش كريمة. الكريمة اللي هي الملونة يعني بتحطي في الجناب بس، فبتحاولي تظبطي فوق كويس. ها يا حبايب قلبي، خرجتوا الزكا ولا لسه؟ والله اختلاف الآراء في الزكا ده مجنني. يعني ناس تقولك لازم تبقى حبوب، وناس تقولك عادي ممكن تخرجيها فلوس. قولي كده في الكومنتات، انتوا خرجتوها حبوب ولا فلوس؟ انا بصراحة خرجت الاتنين، يعني خرجت دي ودي، وربنا يتقبل مننا صالح الأعمال يا رب. بس والله اسمع ان الافضل هو حبوب، بس هو دلوقتي الفقير محتاج للفلوس اكتر من الحبوب كمان. فوالله في حيرة في الموضوع ده. زي ما احنا شايفين كده، انا خلصت التورته بتاعتنا وجبت اللون اللبني اللي انا عاملاه. كان شكلها حلو قوي بصراحة. حطيته في كيس كده عشان اعرف اتحكم فيه. وبعد كده هجيب السكرابر بتاعي وامشي عليه اسويها. التورته دي زي ما قلت لكم تورته عرض، عشان في ناس كتير بتسألني على الاسعار.
التورته دي انا بطلعها ب150 جنيه. طبقتين مقاس 22، بطلعها ب150 جنيه. والعروض التانية علشان خاطر بس انا بنسى، العرض اللي هو 5 قطع جاتو وتورته مقاس 16، دي بطلعها ب175، والعرض التاني ب150، اللي هو تورته مقاس 16 واتنين طاجن. جبت بقى عندي اللي هو الدست الفضي ده. هي التورته كانت معموله كده، اللي هي بعتت لي الصوره بتاعتها معموله بالدست الفضي على حرف التورته كده، ادى شكل حلو قوي، اللي هو البيبي بلو ده مع الفضي حلو قوي. سبتها بقى في التلاجة شويه، وبعد كده جيت اعمل اخر حاجه معايا، اللي هي المفروض ان 5 قطع جاتوه. دي الصينيه، اصغر صينيه في الصينيه المستطيله، الطقم المستطيل، طلعت معايا 8 قطع جاتوه. لان القطع اللي انا بعملها في العرض بتبقى صغيره، مش زي الجاتوه اللي انا بعمله العادي، فطلعت معايا 8 قطع. في الشغل الجاتوه بتاعنا العادي تطلع 6 قطع، اللي هي الجاتوه اللي انا بطلعه العادي، مش العروض. العروض بتبقى قطع اصغر شويه من اللي احنا بنعمله. فهي تطلع 6 قطع، تطلع نص دستة. اصغر صينية مستطيلة تطلع نص دستة. ولو عايزة تعمليها لوحديها طبعا بتتعمل ببطين و200 جرام دقيق سبونش، او 250 جرام دقيق سبونش. كده خلاص. هحط بقى برضو الجاتوه بتاع شوية في التلاجة، في الفريزر. العرض ده كان مطلوب مني شوكولاتة، فانا هعمله بالشوكولاتة. رجعنا معانا للتورته اللي هي البيبي بلو دي. كنت قصيت طبعا الفراشات بتاعتي وجهزت كل حاجه. والكريسبي ده بيبقى كريسبي ابيض يا حبايب قلبي، وبنعمله بالدست الذهبي، بنحط عليه كده الدست الفضي ولا ايه، بنحط عليه شويه دست وتقلبيه كويس، بيدينا اللي هو زي ما انتوا شايفين كده الكريسبي الفضي ده شكله حلو قوي. وبرضو لو عايزاها ذهبي بتعمليها بالدست الذهبي. بنرش كده شويه، وبعد كده هنحط الفراشات بتاعتنا. قولوا لي يا حبايب قلبي ايه رأيكم في الكومنتات. وحشتوني كتير، حاسه ان بقالي كتير كده ما بتكلمش معاكم. خلاص رمضان خلص يا حبايب قلبي، كل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعله كده عيد سعيد عليكم يا رب، ونرجع تاني زي ما كنا زي الاول. دي كده اللي هي تورت العرض، مفيهاش اي افتكاسات خالص. بعمل كده روزيتات حوالين التورته من فوق، واحزم التورته بتاعتي من تحت، واحط جناش شوكولاته في النص، وخطوط كده بالنوتيلا، واحط واحده شوكولاته رولانا، وخلصت كده. طبعا مفيش حد فاضي يقعد يفتكس ويعمل اشكال. خلاص كده خلصت، انا بس شوية خطوط كده بالنوتيلا. اعملي خدي كده سكرينة للعروض دي ونزليها كده عندك على الجروب بتاعك، وقولي كده ان العروض دي متاحة لو انت هتشتغلي في العيد، لان في كتير طبعا مش هيشتغلوا في العيد. هتشتغلي في العيد اعملي العروض دي، حلوة وهتعجب الناس ان شاء الله. اخر حاجة معانا بقى الجاتو بتاعنا. نعمله ونحطه في التلاجة في الفريزر قد ساعتين كده عشان نعرف نقطعه. والله انا كان ورايا 100 الف حاجة وانا شغالة، يعني انا سايبة الغسالة شغالة، وبعمل الاكل وبعمل الشغل،
وربنا يعيني ويعينكم يا رب. والله رمضان كان جميل وكان كله بركة وكان كله خير. والله الواحد زعلان جدا ان رمضان خلاص خلص. يعني احنا ندعي كده ان نقول اللهم بلغنا رمضان اعواما بعد اعوام يا رب، ولا يحرمنا من فضله وكرمه يا رب. زي ما قلت لكم، دي في العادي اللي هي اصغر صينيه مستطيله بتطلع معايا 6 قطع جاتوه. انما الجاتوه بتاع العروض طلعت معايا 8 قطع، لان القطعه زي ما قلت لكم بتبقى صغيره شويه عن الجاتوه اللي احنا بنعمله العادي. هبتدي بقى، انا خلصت خلاص، هبتدي بقى اعبي الشغل بتاعي. زي ما انتم شايفين كده، ده الشغل بتاعنا النهارده. ايه رايكم يا حبايب قلبي؟ صلوا كده على النبي في الكومنتات، وقولوا لي كلمه حلوه كده من عندكم. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. بتوحشوني والله. مع الف سلامه حبايب قلبي.